كليوباترا كانت ملكة مصر القديمة وشخصية مثيرة للاهتمام. ولدت عام 69 قبل الميلاد في مدينة الإسكندرية في مصر. كانت تنتمي إلى الأسرة البطلمية، وهي الأسرة التي حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر. كليوباترا كانت معروفة بجمالها وذكائها وقدرتها على إدارة الأمور السياسية. أصبحت ملكة مصر وهي لا تزال صغيرة بعد وفاة والدها، وقد شاركت حكم البلاد مع شقيقها. واحدة من أكثر القصص الشهيرة حول كليوباترا هي علاقتها بالقيصر الروماني يوليوس قيصر. سافرت كليوباترا إلى روما لكي تلتقي بالقيصر، وعاشا معا لفترة قصيرة قبل اغتياله. بعد وفاة قيصر، دخلت كليوباترا في علاقة مع ماركوس أنطونيوس، وهو قائد روماني قوي آخر. قدمت له الدعم العسكري في معاركه، وكان لديه جيش قوي بفضل مساعدة كليوباترا. لكن قصتهما لم تنتهي بجمال وردي، حيث خاضوا معركة كبيرة ضد الحاكم الروماني المقبل، أغسطس، أو كما يعرف باسم أوكتافيان. انتهت هذه المعركة بخسارة ماركوس وكليوباترا. في النهاية، اختارت كليوباترا إنهاء حياتها بطريقة مأساوية عندما اقتربت الجيوش الرومانية من مصر لمحاصرتها. يقال إنها اختارت الموت عن طريق لدغة أفعى، مما جعل قصتها حاضرة في أذهان الجميع حتى اليوم. كليوباترا ليست فقط ملكة عظيمة، بل هي شخصية ملهمة تذكرنا بالذكاء، القوة، والشجاعة التي يمكن للمرأة أن تظهرها في مواجهة الصعاب.